عايز دراعك قد دماغك يبقى التمرينة دي ليك. هنبدأ بالتسخين، هنسخن الدراع والكتف كويس عشان نخش على التمرينة بتاعتنا. هنبدأ أول حاجة الدمبل وانت قاعد على الكرسي مايل، بس حاجة بسيطة تخلي كوعك مريح ورا جسمك. هتعصر فوق وتنزل، أهم حاجة الكوع ثابت. هنلعب 4 مجموعات في 10 عدات، طالعة ونازلة بطيئة وكوعك ورا جسمك. بعد كده نخش زاوية تراي، وهنخلي الكرسي مايل للمستوى ده، وهناخد الحبل من ورا وهنعصر فوق وهننزل نزلة بطيئة. 3 مجموعات في 15 عدة. هتفجر لك بمعنى الكلمة التراي، لأن في حمل متواصل على التراي. بعد كده واحدة باي هنلعبوها ارتكاز. هنجيب الكرسي قصاد الكابل وهنلعب بالطريقة دي، هتعصر وتنزل نزلة بطيئة جدا. هنلعب 3 مجموعات في 15 عدة. هتفجر بيها الباي. بعد كده نخش على الغطس للتراي وهنلعبها زي ما احنا شايفين، وممكن نحط وزن، لو نقدر نحط وزن نحط وزن، لو لسه مبتدئ مش لازم وزن. اهم حاجة تفجر التراي وتحس بيها. 3 مجموعات برضو في العدد على قد ما تقدر. بعد كده نخش على الهامر، هتفجر الدراع وتعرض لك الدراع، من اجمل التمارين طبعا. هلعبها 3 مجموعات في 15 عدة. هتعرض معاك الدراع جامد قوي، يعني هي اللي هتبين لك الدراع. اهم حاجة التركيز فيها، وطالعة ونازلة بطيئة كويس جدا. هنخش على استطالة للتراي وهنلعب بالضم على الكرسي زي ما احنا شايفين، 3 مجموعات في 15 عدة، طالعة ونازلة بطيئة. اهم حاجة الاستطالة، فتنزل على قد ما تقدر تحت خالص. وكده خلصنا التمرينة. العب التمرينة بالتكنيك ده، هتفجر لك دراعك بمعنى الكلمة، هتدخلك دم جامد جدا في العضلة. ومتنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وقولوا لنا ايه رأيكم، ولو محتاجين فيديو عن حاجة معينة قولوا لنا في التعليقات.